ماتوا في المظاهرات. لا، أما الشهداء ليسوا بشهداء، ليسوا بالشهداء بالتوصيف الذي هو لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه. ليس هذا ينسحب على هؤلاء، لأن توصيف الشهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكما قال علماؤنا: الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، قتيل المعركة في حرب الكفار. فالذي قتل في حرب الكفار يعد شهيدا، لا يصلى عليه ولا يغسل. لكن هناك شهداء آخرون باعتبارات أخرى. فمثلا المبطون شهيد، يعني الذي مات بمرض البطن شهيد، لكن لا تنسحب عليه أحكام الشهادة الأخرى. فالذي مات بمرض البطن أو الطاعون والمبطون وصاحب الهدم الذي سقط فوقه السقف، صاحب الهدم والحريق الذي يموت محترقا أو الغريق على رواية، هؤلاء شهداء، لكن ليسوا شهداء بالاعتبار الذي هو الشرعي، الذي فيه أنه لا يصلى عليهم ولا يغسلوا. كذلك إذا دخل عليك شخص في بيتك يسرق مالك فقتلته، أو عفوا قتلك، من قتل دون ماله فهو شهيد، مالك الذي هو مالك، لكن أيضا تغسل ويصلى عليك. هذا توصيف الشهيد. لكن ليس هناك شهيد للفن، ولا شهيد مثلا للكرة، ولا شهيد الطب، ولا كل هذه اصطلاحات. الناس أصبحوا يسمون الآخرين، يسمونهم بسيمة تتمشى مع أهواء الناس في هذه الأزمان.